السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اولا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. ثانيا ما ننساش اهل غزة من دعائنا، من الحديث عنهم، من تبرعاتنا. اللي يقدر على اي حاجة يعملها. ان تنصروا الله ينصركم. انت ب... انت بتقدم انت بتقدمش لاهل غزة، انت بتقدم لربنا. اللي يقدر على اي حاجة، اللي في ايده اي حاجة يا شباب يعملها. اللي عنده منصة ويقدر يتكلم عنهم يتكلم، اللي يقدر يتبرع ومقتدر يتبرع. اللي بيصلي تهجد وكده يدعي لهم. ثالثا بقى انا احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي الياس مفتاح. انا مؤهلي التعليمي، انا كنت في كلية هندسة، بعد كده انا حاليا بدرس في كلية تجارة. اشتغلت في شركة طلبات 4 سنين، 3 سنين بمكنة، اشتغلت حوالي 3 شهور بعجلة، وحاليا بقالي 7 شهور مشرف في شركة طلبات. فانا هنا بقولك، لو انت عايز تشتغل في شركة طلبات او لو انت معاك مكنة، ليه تشتغل في طلبات وما تشتغلش في اي شركة من شركات التوصيل التانية زي اوبر وام درايفر ومعظم الشركات التانية، او حتى تشتغل في شركات شحن؟ لعدة اسباب. من اهم الاسباب ان انت في طلبات انت ما بتركبش حد وراك على المكنه، ودي مشكله سواقين اوبر والكلام ده بيعانوا منها. انت ممكن تركب حد وراك، فجاه تلاقيه رايح يجيب ممنوعات، فجاه انت واخده مثلا مكان فلاني تلاقيه في جيبه، تلاقي نفسك داخل على كمين يحطها لك في جيبك، وقصص من دي ما بتخلص. دي اوبر. انت بقى في طلبات انت حاطط صندوق، انت عارف انت بتوصل ايه، وعارف انت هتاخد ده من المكان الفلاني هتوديه من المكان الفلاني. تاني ميزة في طلبات اللي يخليك تشتغل طلبات وما تشتغلش غيرها، هي حدود الزون. انت ليك زون شغال فيه، عارف حدود الزون كويس، ما بتطلعش براه. يعني مش زي مثلا انت ليك زون مفتوح، مثلا شوية تلاقي نفسك في الهرم، بعد كده تلاقي نفسك في شبرا، بعد كده تلاقي نفسك في المعادي، تلاقي نفسك بتلف مصر كلها. لا، طلبات انت ليك زون بتشتغل فيه، سواء الزون ده كبير او صغير، فانت مع الوقت بتحفظه وبتتعود عليه. حاجة كمان تخليك تشتغل طلبات وما تشتغلش غيرها، ان طلبات ما بتاخدش منك نسبة. حاجة كمان تخليك تشتغل طلبات وما تشتغلش غيرها، ان طلبات ما بتاخدش منك نسبة. يعني صافي الارباح اللي انت بتعمله كل يوم ده بتاعك انت. طلبات مكسبها مش منك انت، طلبات بتاخد نسبة من المطاعم، تبقى ماضية عقد شراكة مع المطاعم، فهي سعر الاوردر اللي بتديهولك ده بتاعك. لما هي شركة طلبات فيها المميزات دي كلها، ليه في ناس بتقدم وما بتشتغلش؟ او ليه ناس بتطلع تشتم في الشركة، او مثلا ما يعجبهاش الشغل، والكلام الكتير اللي بنشوفه على الجروبات؟ بص، في كام حاجة مغلوطة كده انا طالع اوضحها لك. اول حاجة، اول ما بتنزل خلاص انت حضرت المحاضرة وجي الايميل بتاعك، تيجي نازل المشرف بتاعك يقول لك انت هتمضي على وصل امانة. ليه هتمضي على وصل امانة؟ لان انت بتمسك فلوس تبع الشركة. فانت بتيجي ايه اخر اليوم المفروض بتورد الفلوس دي. في ناس تستنى لحد ما تجمع مبلغ، اللي يسافر لو مش من هنا، او بيقفل تليفونه وما تعرفش توصل له، العنوان اللي في البطاقة في الغالب ما بيبقاش هو اللي ساكن فيه. فده ضمان حق ليك وليه. وانت لما بتيجي تصفي اخر الشهر يوم 5، بيدي لك الوصل بتاعك عادي. معظم الناس بتدي الوصل بتاعك. ففي ناس تيجي لا انا مش همضي على وصل، انا مش عارف ايه، فهو محدش بينزل حد من غير وصل امانة. لان في ناس شالت فلوس كتير بسبب ان ايه، في ناس بتقبل فلوس بتاخد فلوس وكده، واللي بيشيلها في الاخر الشركة ما بتشيلش فلوس، اللي بيشيلها في الاخر المكتب، والمكتب بيشيلها المشرف بتاعك. فده ضمان حق ليه. انا ما بنزلش حد معايا من غير وصل امانة مهما كان، حتى لو صاحبي، حتى لو اي حد. الشغل شغل. تاني حاجة، وهو نظام الباتشات، التقييم بتاع اللي في الشركة. نظام القبض في الشركة بتعلمك الالتزام. يعني ايه؟ يعني انت بتنزل شفتاتك اللي انت مختارها في مواعيدها.
نسبة قبولك عالية، مفيش بريكات كتير، انت حد بتاع شغل، فانت هتقبض على اعلى تسعيرة. بيبقى في فرق ما بين كل تسعيرة وتسعيرة 2 جنيه، بس انت في الاخر لما تيجي في الاسبوع تبقى عامل لك 150 اوردر مثلا، تقبض على باتش 3، ففي فرق 4، فانت هتلاقيها في الاخر عملت معاك رقم 500 600 جنيه في الاسبوع. فانت ال 500 600 دي بتفرق معاك، يعني 2000 جنيه في الشهر لو انت تقييمك وحش. فانت طبيعي حد جاي اخر الشهر مخصوم منه 2000 جنيه، فانت هتحس ان انت يعني بتبذل مجهود ومفيش فلوس مجزية. فده بيرجع في الاخر لالتزامك انت. تاني حاجة غير نظام الباتشات، طلبات بتتعامل معاك على الانتاجية، يعني هي ما بتحاسبكش، يعني ما بتديكش مرتب او بتحاسبك على عدد الساعات، هي بتحاسبك على عدد الاوردرات اللي انت بتعملها، فهي بتحاسبك على الانتاجية يعني من الاول وفي الاخر. ف... فانت لو هتنزل طلبات، فانت اعمل حسابك ان انت تعمل اكبر عدد اوردرات ممكن، اللي هو لو انت بتعمل سواء عجلة او مكنة اقل من 15، مش هنقول 20، اقل من 15 اوردر، يبقى انت مش هتعرف تمسك فلوس في طلبات. الا مثلا لو انت حد معاك شغلانه تاني وبتنزل 5 6 ساعات، تعمل لك 12 13 اوردر وتروح. انما انت طلبات بتعتمد على الانتاجيه، ان انت تعمل عدد اوردرات كبير. طب انت بتنزل كل يوم، هو الاوردرات موجوده بس انت مقضيها مثلا تشتغل ساعتين وتروح وبريكات وتوقع التقييم بتاعك، فانت مش هتعرف تمسك منها فلوس، وهتطلع ايه، تتكلم بقى زي الناس اللي بتتكلم في الجروبات طلبات ما فيهاش شغل. اتحدى ان حد بيطلع يعمل مثلا 20 25 اوردر كل يوم، والاوردرات موجوده على قفا من يشيل، واللي عايز يعمل هيعمل، ويطلع كده يستمر على كده شهر او 2، ويطلع يقول لك طلبات ما فيهاش فلوس او ما عرفتش امسك فلوس من طلبات. معظم اللي بيطلع يتكلم ده انتاجه ضعيف، حد مش بتاع شغل، اما تقييمه واقع وبينتج فمش حاسس بالفلوس اللي معاه، لانه بيقبض على اقل تسعيره، او انتاجه قليل وتقييمه قليل، فمش هيعرف يمسك فلوس في الطلبات. بس كده، زي ما بدينا الفيديو بتاعنا عن اهل غزة، هننهيه عن اهل غزة، ونفكركم ان اللي يقدر يعمل اي حاجة يعملها، اي حاجة تخفف عنهم وتساعدهم وتنصرهم على عدوهم وعدو الله. يلا، سلام عليكم.